السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. حلقه النهارده عن كم وقت يا دكتور او كم يستغرق علاج التهاب اللثه. علاج التهاب اللثه بيستغرق، التهاب اللثه الحاد بيستغرق في الغالب اسبوعين عشان يبدا يروح من بدايه العلاج المناسب، وفي بعض الحالات ممكن ياخد وقت اكبر من كده. طب عايزين نعرف يا دكتور، الوقت بيتحدد على اساس ايه؟ يعني المدة اللي بيخف فيها التهاب اللثة ده، ايه العوامل اللي بتحدده او بتقف على ايه؟ ده بيتوقف على شدة الحالة وعلى درجة الالتهاب، التهاب قد ايه، واخد مساحة قد ايه، زي كده. الحاجة الأهم بعد كده تتوقف على اتباع المريض لتعليمات الدكتور. هل المريض ده ابتدى ان هو ايه، يعني يكبر دماغه او بيهمل شوية، ولا هو ملتزم وبيمشي كل التعليمات اللي قاله عليها الدكتور. اخر حاجه اختم بيها معاك الفيديو عشان ما اطولش عليك، بتروح لدكتور سنان كويس ينظف لك كويس، عشان لو في اي ترسبات الجير اللي بيكون لازم ما بين السنان. ساعات في مرضى في العياده انا من كتر ما اتعودت على ان الجير بيبقى لازق في الفراغات اللي بين السنان، اول ما بتيجي تشيلها بتقول لك انا حاسس ان انت بتشيل سنان او بتكسر سنان من حته من السنان نفسها. اقول لك لا، انت عشان لسانك اعتاد على ان في حاجه مغطيه، فهو ده جير بيطلع، والجير ده هو العامل الاول او في الغالب هو اللي بيسبب التهاب اللثه. عشان كده قبل ما تاخد علاج، قبل ما تاخد مضمضه، لازم انك انت تخلص المشكله دي الاول، انك تشيل الجير وبعد كده تاخد الايه، ال- العلاج. وبرده حاجات مهمه جدا لازم تتبعها في علاج التهاب اللثه، انك تاخد ايه، مضمضه كويس يكتب لك عليها الدكتور، او ميه بملح. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.